اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا زي ما احنا متعودين ندعي لأمواتنا بالرحمة ونبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. حبة ملوخية، اوعى مش هتصدقوا عاملينها بايه. تابعوني للآخر وهنشوف عاملينها بايه. ملوخية خضرة وتحفة. دي ايه؟ ملوخية بالأرانب. وسع. أول مرة على قناتي أعمل الأرانب. بصراحة انا كنت اكلها على استحياء، انما فجأة كده فكرت ان انا اجربها. طبعا غسلتها غسلة حلوة وشطفتها، وبعد ما شطفتها لازم انقعها في محلول ملح وليمون ودقيق. نسيبها بقى كده شوية، مش اقل من ساعتين 3 في المحلول بتاعها ده، عشان ما نحسش باي ريحة زفارة فيها. سبتها شوية وهوريكم بقى. حطيت ملح كتير، انا كده كده هشطفها، حاطه لها ملح وليمون وهنشطفها. والدقيق، بصوا الدقيق بقى مغير لونها ازاي، نزلت كل الدم اللي فيها، وتقريبا اتنقعت نقعة حلوة. غسلناها غسلة محترمة بقى من الليمون ومن الملح والدقيق. حط معلقة سمنة بلدي كبيرة كده. بصوا غسلينها قشطة فل، ولا ريحة زفارة ولا اي حاجة فيها. معلقة سمنة في حاجة واسعة كده عشان كلها تاخد الصدمة. وابدأي بقى انزلي بحتة حتة، تاخد من السمنة اللي هي السخنة دي، وكل حته تاخد من السمنه وتلفي الصينيه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. عايزه اقول لكم انا ما كنتش باكلها، بس بصراحه مش قادره اقول لكم عليها، طلعت طعامه ملهاش حل. انا كنت جايباها لمرات ابني عشان معدتها تعبانه، وكل الناس قالوا بصراحه الارانب دي اكلها شفا. اخدت صدمه، وقلبناها على الوش التاني لحد ما اللون بتاعها يحمر معانا بالشكل دوت كده. تحسي خلاص ان اللون بتاعها اتغير. نبدأ بقى نقلبها على الجنب التاني لحد ما تحمر من الجنبين. نحضر بقى الحاجات اللي احنا نحطها، المنكهات بقى: جزر، طماطم، بصل، فلفل اسود، ورق لوري، فصين توم، حبيتين كبابة صيني، جنزبيل، كل المنكهات اللي عندي. بس دي بصراحة المنكهات دي جميلة وكانت كفاية. نسقيها بقى مية بتغلي، نغطي عليها ونسيبها تستوي مع نفسها. وطبعا ما يحلاش الارانب اللي عليها ملوخية. جبت كده كام حزمة، قلت اخزن شوية كده على قدي يعني. كل ما اجي اعمل حبة ملوخية اخزن حبة واطبخ حبة. هنا كده كانت الارانب شفتوه، حطيت فيها السكينة استوت. نصفي بقى شوية شوربة من شوربة الارانب. بصوا بقى الجمال عدى الكلام. عملت الملوخية ازاي؟ حطيت حوالي كوبايتين شوربة في الحلة، والملوخية اللي انا غسلتها حطيت شوية وغطاسي كده لحد ما تحس انها غطست، عشان تبقى الملوخية على قد الشرب بالهاند بلندر. واوعى اول مرة جربها قسما بالله. سكر سكر ارانب، ولا تخرطي ولا تتعبي نفسك. وبالهاند بلندر ناس كتير قالوا بالهاند بلندر مش هتنفع، الخلاط مش عارف، الكبة، لا، الطريقة دي تحفة في نفس ذات الحلة هي. نجيب بقى المقلاية بتاعتنا ونحط معلقتين سمنة حلوين. وانا كنت طلعت بقى الارنب استوى، طلعته كده تشرب ميته، نشفت ميته، وابدا بقى احمره عشان اجهزه للاكل. معلقه سمنه بلدي كده وغطسيه لحد ما ياخد لون جميل كده، واصبري عليه لحد ما ياخد لون ويتقلوح من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال وعلى الريحه بقى. لو معايا شموا الريحه. قسما بالله اول مره اعملها، ومش هتبقى اخر مره ان شاء الله. يلا يا حبايبي، لو وصلتوا معايا لنفس في المرحلة دي في الفيديو، ما تنسيش اللايك والشير عشان يظهر لكم كل جديد، تعليق واشتراك. بحبكم في الله.
اخد اللون الجميل ده. بصوا واحده واحده تصبري عليه كده وكده. في المرحله دي ما تعليش النار، خلي النار معاكي وسط عشان ما يتحرقش. نبدأ نطلعه بالراحة، وفي نفس الطاسة بتاعتنا يعني راس توم كبيرة كده عشان الملوخية بتحب التوم. خلي بالكوا يا حبايبي، انا دقيت معاها قرن فلفل حامي. اول ما اتحمرت غيرت لونها، حطيت عليها معلقة كزبرة ناشفة كبيرة. ريحتها طلعت الله بقى على الملوخية. الله، انزلي بقى بالملوخية فوق الطشة بتاعتك. بصوا جمالها. لو معايا بقى شموا الريحة، قولوا شامين. الله على الروايح اللي طالعة بقى. يلا نغرف الملوخية. بصوا اللون بتاعها، ايه الجمال ده، تحفة. بصوا خضرها عامل ازاي. وكنت فاكرة انها تطلع مفتلة، هتطلع بقى فيها خيوط، او مش او هترقد مثلا تحت كده. لا لا لا، قسما بالله طالعة تحفة. يلا خلصنا الاكل بتاعنا، حمرنا الارانب، ودي الملوخية بتاعتنا. بصوا اللون الاشقر الجميل ازاي. عملت شوية رز بالشعرية. الاكل بتاعنا جاهز. خللت شوية بتنجان ملهمش حل. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة، لايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.